لو عندك ويب سايت فانت محتاج تأوبتمايز الويب سايت ده ان هو يبدأ يظهر في جوجل، وطبعا فور فري. ده عن طريق ايه؟ عن طريق شوية تابس وتريكس مهمة جدا جدا لازم تراعيها وانت بتكريت الويب سايت ده. الويب سايت ده عامل بالبلدي زي الشقة بتاعتك. الشقة بتاعتك عشان تقدر تستقبل فيها ضيوف محتاج تعمل فيها حاجتين. اول حاجة توضبها، تشطب الشقة، تملاها ديكورات كويسة، ورقم 2 تفتح باب الشقة عشان تقدر تستقبل الضيوف بتوعك. عشان كده احنا هنعمل الويب سايت بتاعنا معاملة الشقة. احنا محتاجين نوبتمايز داخليا الويب سايت بتاعنا. عشان كده في حاجة مهمة قوي في الاس اي او اسمها اون بيج اس اي او، وده موضوع حلقنا، وده موضوع الفيديو بتاعنا النهارده. ايه هي التابس والتريكس اللي محتاج تراعيها في جزئيه الاون بيج اس اي او؟ كذا حاجه كده اكتبهم معايا. اول حاجه الكيوردز. مهم جدا جدا انك تراعي الكلمات البحثيه اللي العميل بيعمل سيرش بيها عنك، وطبعا 3 فاكتور مهمين قوي في اختيار الكلمه البحثيه: الاعلى ترافيك، الاعلى ريليفنسي، وكمان الاقل كومبيتيشن. ده رقم 1. رقم 2 السايت ماب. محتاج تدخل على جوجل سيرش كونسول وتعرف الويب سايت بتاعك عليه، وتبدأ تحط له السايت ماب او خريطة الموقع بتاعك على جوجل سيرش كونسول عشان جوجل يعرف كل التفاصيل وكل الابديتس الخاصة بالويب سايت بتاعك، من كونتنت، من بيجز، من بوستس، من كل الداتا اللي موجودة داخل الويب سايت ده. رقم 3 وحاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا، وهي التايتل تاج اند ميتا ديسكريبشن. مهم جدا انك تراعي التايتل والديسكريبشن الخاصين بالبيج بتوعك على جوجل. يعني اول ما العميل يدخل يعمل سيرش يظهر له لينكس كتيره جدا، انت تظهر من ضمن اللينك ده بتايتل وديسكريبشن اتراكتيف يجذبوا العميل ان هو يدخل على الموقع بتاعك. بس اول ما العميل يدخل على الموقع يتنقل للمرحله اللي بعديها وهو الكونتنت. مهم جدا انك تراعي الفاكتورز الاساسيه لظهور الكونتنت ده اصلا على جوجل، زي انه ما يبقاش فيه اي ميستيكس ولا جرامر ميستيكس ولا سبيلنج ميستيكس، زي مثلا انك تراعي معدل تكرار معين للكلمات البحثيه داخل الكونتنت ده، زي مثلا انك تراعي ان الارتكل اللي انت بتكتبها ما ينفعش تقل عن عدد معين من الكلمات، زي مثلا انك تراعي انك تكون updated content، كل شويه تبدا تنزل محتوى وكل شويه تبدا تنزل ارتكلز على الويب سايت عشان جوجل يحس ان الويب سايت ده ابديتد وبياد فاليو للعميل بشكل كبير. عشان كده لما العميل بيدخل على الكونتنت بتاعك او يدخل على البيج بتاعتك يلاقي كونتنت اوبتمايزد، ممكن يقعد وقت كبير جوه الموقع بتاعنا. عشان كده لو احنا عايزين نقيس مدى كفاءة الموقع بنقيسه عن طريق مترك لذيذة اسمها باونس ريت. باونس ريت هو عبارة عن مترك بتقول لي مدى فاعلية ومدى كفاءة الموقع ده بالنسبة لجوجل. يعني كل ما يعلى معانا الباونس ريت كل ما كانت كفاءة الويب سايت ده أقل. فعشان كده احنا بنحاول نوبتمايز الكونتنت، نحسن من البرفورمانس بتاع الويب سايت بتاعنا، وكمان نحسن من شكل الويب سايت بتاعنا عشان يعجب العميل فيقعد وقت كبير فيقل الباونس ريت فالبرفورمانس يعلى ويعلى. فهي ترس احنا بنمشي عليه. وكمان من ضمن الشروط الاساسيه في الويب سايت ده لازم الويب سايت ده يكون سريع، البرفورمانس بتاعه يكون عالي. عشان كده محتاج تكمبرس الصور بتاعتك، محتاج تعمل كاشنج للفايلز بتاعتك، محتاج تبدأ تحسن من جودة السيرفر اللي انت حاجزه اصلا في اي شركة استضافة. عشان كده محتاجين نحسن من سرعة الموقع. لازم موقعك يكون ريسبونسيف على الموبايلات، لازم موقعك يكون موبايل فريندلي. ما ينفعش الويب سايت بتاعك يكون فيه اي بروكن لينكس، ما ينفعش العميل يدخل على بوتن او يدخل على لينك يلاقي او يطلع له ايرور 404. فكل اللي انا بقوله لك ده هو تشطيب الشقة بتاعتك. انت محتاج تأوبتمايز الكونتنت وتأوبتمايز داخليا الموقع بتاعك عشان تحسن من ادائه على جوجل. ودي كانت من اهم التابس والتريكس. طبعا احنا عندنا تابس وتريكس كتير قوي بس حاولنا نختصرهم بقدر الامكان عشان تفهم الموضوع ماشي ازاي. ودي كانت من اهم التابس والتريكس في جزئيه الاون بيج اس اي او. واوعى تنسى انا مصطفى خلف ودي سلسله فيديوهات ماركتنج في ال50.